بدل بقى ما هتروحي كنتاكي، كنتاكي هيجيلك لغاية عندك في البيت. هوريكوا ازاي تعملوا رز الريزو اللي بناكله هناك بطعم مش زيه بقى، لا احلى منه كمان. اول حاجة هنبتدي بيها الصوص، لان ده المكون الاساسي في الوصفة بتاعتنا. بحط كوباية كبيرة من الكاتشب عليها، عندي اختيارين، يا اما احط معلقتين عسل اسود وعليهم معلقة خل، يا اما احط صويا صوص اللي هي المسكرة. بحط بقى التوابل، بابريكا، فلفل، ملح، جنزبيل، بصل بودرة، توم بودرة. دي التوابل بتاعتنا اللي هنحطها على الصوص. هنقلب بقى كويس كده، وبعد كده احنا رافعينه على النار علشان خاطر التوابل تستوي. يعني انا ما تحسوش ان انتوا بتاكلوا توابل نية، عشان دي توابل قوية شوية. فبنقلبه على النار كده التوابل تدوب، ويبقى عندي صوص ناعم كده بالشكل ده. طيب بعد كده بقى الفراخ، يستحسن ان انتي ما تجيبيش الفراخ بانيه، هاتيها صدور كده سليمة، متخليش الراجل يقطعها لك، يعني هاتيها صدور سليمة وقطعيها مكعبات قطع تبقى بالحجم ده كده. باجي بقى الفراخ بحط عليها شوية من الصوص اللي احنا عملناه، وبنسيبها من ساعة لساعتين. يعني كل ما تقعد طبعا كل ما هتشرب الصوص بتاعها، وهتبقى طرية وهيبقى طعمها حلو قوي. حتى بعد ما هتسويها هتحسي ان انتي عايزة تاكليها من غير اي حاجة. نركب بقى الفراخ بتاعتنا شوية على جنب، وبعد كده بجيب بقى حلة بحط فيها معلقة كبيرة من السكر، علشان انا عايزة اعمل رز متكرمل. بمجرد ما السكر يتكرمل بالشكل ده، هحط برضو معلقة كبيرة من الزبدة. تسيح بقى الزبدة مع السكر يدوبوا مع بعض كده، واروح نازلة عليهم ببصلة كبيرة. هنقلب البصلة، نفضل نقلب فيها لغاية ما تدبل. انا مش عايزة ليها لون، انا عايزاها تدبل كده وتبقى طرية. يعني بصوا، هو دي مش لونها، ده لون السكر، لكن هي دبلت لكن في نفس الوقت ما اتحمرتش. بحط بقى الرز بتاعنا ده كوباية او تقريبا كوباية ونص، كان كوباية ونص. واقلبها بقى، احور السكر كده مع الكراميل ومع الزبدة على النار. وبعد كده بضيف لها بقى التوابل بتاعتي، بحط بهارات كبسة، وبحط توم بودرة وبابريكا، وطبعا ملح. نقلب التوابل كويس، ونحط بقى شوية كمان من الصوص بتاعنا. شفتوا بقى الصوص داخل في كل حاجة في الوصفة. نقلب الرز كده يسخن على النار الأول مع الصوص والتوابل بتاعتنا، وبعد كده بقى هضيف لها كوباية من المية، أو مش كوباية، على قد ما تغطي الرز بزيادة شوية، لأن الرز المكرمل بياخد مية أكتر شوية من العادي. هاجي بقى هجيب دقيق واحط عليه نفس البهارات اللي حطيناها على الصوص، بس انا هنا هزود شوية شطة صغيرين، علشان انا بحب الحاجة سبايسي شوية فزودت لها شطة. هقلب بقى البهارات كويس قوي، واخد بقى الفراخ بتاعتنا واتبلها في الدقيق بالشكل ده كده. هي المفروض ان في ناس بتعمل الفراخ بتقلبها كده وترجع تحطها في مية وتحطها في دقيق تاني. الخطوة دي بحسها زروطة قوي كده، فانا بعمل ايه، انا بحط الفراخ في الدقيق وبسيبها، ما بقليهاش على طول، بسيبها نص ساعة كده او ساعة. ببص الاقي الفراخ بتاعتي عرقت كده وبقت طرية، يعني شربت الدقيق وبقت زي ما يكون انا حطيتها في مية اصلا يعني. لكن انا هنا ما حطيتهاش في مية خالص. باخد بقى الفراخ بقليها طبعا في زيت يكون سخن قوي، ما نقلبهاش غير لما نتأكد او نحس ان هي احمرت من الناحية اللي هي في الزيت، عشان ما تفكش منك بس. بعد كده بقى برصها على الرز بالشكل ده، واحط بقى فوقيها الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه. برضو حطينا صوص تاني هنا فوق بقى الرز وفوق الفراخ. عايزه اقول لكم احلى ريزو ممكن تاكلوه. جربوا الوصفه دي، انا واثقه ان هي تعجبكم مليون في المية. طعمها حلو جدا ومخدومه واحلى من اللي بناكلها في كنتاكي. يا رب بقى تكون الوصفه عجبتكم. لو كنتوا وصلتوا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.